بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. قول الواقفة في القرآن قرآن حقيح هم ما تقولوش ستن خلبولشارة ألك دوستا الواقفة شملش بهون ألشي قرآن قولن دو تقولوش قولن دات تقولش قولن دو إرداتشيش قولن دات إرداتشيش سويتسش بو دعيانش درس عويديتر أهل السنة والجماعة عقيدة مويو أصحابي عقيدة تابعيني عقيدة تاند أعباكنشير عقيدة بالقليل سيتغى شيك وخليات القرآن الله كلام خلريح الله قمال خلريح بقى لا دلش الله دين قمال خلريح سير شيك وخليات تول دعاء بالقل ده قروي قرآن قلن دو الله ويليولوش إقيتن بولوش أغونش خلر إشا غالت يو الخلر تدع إش قلبو الخلر ديتر شتوب شي أغو يسنوي أهل السنة والجماعة عقيدة إز نيس يجو شولونش قرآن قلن الله شبر تينيق قول باطل خارتس دو نيس نعبات قلبال نعبو فهر هنسا قول الواقفة في القرآن قرآن حقيا هي إذا يوجع تقولوش سبت تشبوي تير حقيا ديك دوس داغدو يقولو بيتح شيخ الله بيت شيازين شو الله ولا تكو حمخ الله في القرآن قرآن حقيا بالوقف قائلا هما إيردات أس أول شيخ بالوقف قائلا عدعي روسا أول شيخ هما إيردات أس هما تقول شطر وسو قولن دو إردات قولن دات إردات يقلت عدعي روسو أول شيخ مخلح كما قال أتباع لجهم جهمنا تحخت تنشار مألر وأسجعوا تن ريزا خلا جهما تحختنش وأسجعوا إقابل دينا عقيدة قابلين جهما تحخت تنشار الشرح تنشرح قول الناظم رحمه الله تعالى سيلح وجه الله قنغية بويلتنا بيت خوشو الله ولا تك في القرآن بالوقف قائلا قرآن حقيح قلن دو إردات قلن دات إردات هما تقولش عطعي روسا الشيخ مخلح من الجهمية جهمش نقح من يصرح قيق وشورجو دعول شورجو بأن القرآن مخلوق قرآن قلن دؤل وهم إديوش برش رؤوس الجهمية الجهمي مذهب عبلو تحمد نشبو كويرتح بشبو ومنهم من يقول جهمش نقح أول شورجو أنا لا أقول أسئردات مخلوق يقلن دؤل لا أو غير مخلوق يقولن دات الله بل أتوقف مخلهم ما تقولوش سطر وسو بل أتوقف دي حردك سي حردك تقولوش عطعي روسو أولش ورقو وهذا إقمال دي شورق شيطان أخرسو مته شيطدو لأنه هند ألشي إذا توقف يغوالش هم ما تقولش إسسش توهم الناس ناخنا موتلردو أن القرآن مخلوق القرآن قلن دقال فلا بد من البيان تندل دوز تدوزيتش قوش تداقش بلغل تدش تدول إيه فإذا قالوا تار آلح مخلوق قرآن قلن دقال فلا تتوقف حو عد معي يقولن دات تقولش عد معي يقلاتي عد معي إذا وجاء إردات أسألي عد معي لأن معنى ذلك هند ألشي حو يقلات عد عر أنك تؤيدهم إذا احسان لوتش غدو تير آغو يقع لوتش ولكنك لا تسرع هند ألشي دعولش مواتيحه فلا يجوز التوقف في هذا أتحقح يقلات عر هما تقولش عر ستر مكشدات حوك تعم قرآن قلن دو إلي أسئر دات يقولن دو ألا دات ألا ألا ما ستبخ هند أشحو إيش ستشة أحسن ملة غدو لوتش دلك وهذا مذهب الواقفة إذا هم ما تقولش سفتشيرة مذهب دو الذين لا يقولون أولش بوت مخلوق يقولن دو ألا أو غير مخلوق يقولن دات ألا يعني واقفة شبوي مذهب الواقفة تارى تقول مخلوق دو ألا أو غير مخلوق يقولن دات ألا وهذا معناه أقتل عن هدوء ألشي كتمان بيان الحق بقدك دوزي ترحل دردو ويعطي احتمالا هما تقولش عطارو أتوبو لقول الجهمية أنه صحيح جهمش ألدلو القرآن قلن دو بوشتل دوشة نيس دو محتي تريح نيس خي تريح جهمش قرآن قلن دو ألا تار ألرق نيس دو موتوت
هما تقولش عديج حيث لم يرد تان رد سيج ولم يفضع إشجوشو سباق ولم يكشف سير هما ورأت صداقج. فالذي يشك شيكو نحوج في أن القرآن هل هو مخلوق قل دوتيع أو غير مخلوق يقل داتستيعال ويتوقف إذا وجأت أولش يقلوت شول هذا جهمي إذا جهم هو. وإلا لو كان ليس جهميا جهم هو تخل يحارة لصرح وقال تو قيقع ديش حقير مدر القرآن غير مخلوق قرآن قل داتسال ولكنه يتستر بالتوقف. فإذا هم تآلرت شي بقي الأولى قيل قيوحشو. وهذا في الحقيقة بقلا آلشا إتيبنيرك إويليرك أخبس من الجهمية جهمش لا إرجو بيخخو لأنهم صرحوا تجهمشم دعم قيقيني شيء عقيدة القرآن قولن دوال وعرف مذهبهم تير مذهب بمدوزع دوزن غير مدالي. أما هذا هم تقول شو الجهدقوي آلشي فهو يخدع الناس إذا نخعيو غير شو في أنه متورع ديله قير سورت هيتوش في أنه متورع شائي آل سواح ديله قير شابوغش ديله قير سورت هيتوش نخعيو وشو هم تقول شو ولا يقدر شي ترويات يغور دات على القول بهذا الأمر إشدلهم دعال بوغش. فلا يكفي التوقف ستن خلر تؤشدات يقلاتر تؤشدات بل لابد من التصريح بالقلاء دعال ديشدو ببطلان هذا القول إقمال خرط قمال خلر. قوله بيت خوشو إيلر كما قال أتباع لجهم جهمنا تحبوس بولشار أولش مخلر وأسجعوا تاري قابل ديناء مخلر اشتنا ريز خلاء مخلر يعني وقفا. قرآن قلن دات سأولوش عد أردوي إذا قول أتباع لجهمنا تعباز نشبوي تير قول دو جعلهم من أتباع الجهمية إبايتش يازين والشو أبو بكر يقلاتن بش جهمن تعبوز شليرنا هندا لأنهم لو لم يكونوا من أتباع الجهمية جهمشنا تعبازر خوشخ اشتخل ليحاري لما توقفوا يقلت صوتر باتر اش بل يردون عليهم تارا جهمش دوتك خرس خلال قشو دا قردر ردين ويصرحون بذلك القرآن قل دعولوش خربر اش. وكأن الجهمية حجريح الجهمشة لما رأوا شينجين شخينح أن الناس لا يوافقونهم على قولهم شجدوت الناخ ريز سخلر هدنتات لجأوا اشتوجنا إلى هذه الحيلة إهلي الوانت توجناش يعني قولن دو داتس اير داتس ويال ليستروا بها باطلهم تنتاني شيخارتوا قيل يحقرحم. ولهذا تندلي لما سئل الإمام أحمد عن التوقف قال هم تقولش عرخ لسنا إمام أحمد يختن شخينح قالت وجوكت الله لو كان هذا قبل أن تقول الجهمية ما قالت جهمشة شاش ألرقدوي قرآن قولن دوال إيال تخل يحاري كنا نتوقف هما إيرداتر تير حقح تاري أل تخل يحار أوغا إيرداتر هما. أما بعدما قالوا قولتهم الشنيعة أما تار إشي إرج بيغ قمل دين دالخلش فلا بد من التصريح دعالا سدول ببطلانها إتاردشت القمل خرص خلرأ وردها إشتا إقش داقزاء تدول. هذا معنى ما قال الإمام أحمد إمام أحمد ألشن معن دوئز في مسألة التوقف عن القول بخلق القرآن قولن دو تقولوش قولن دات تقولوش عدعر مسألة حقيح. قوله تؤيل وأسجعوا ال إش ريزا خلة الجهمي نيقا إسير عقيدة خلة الإسجاع بوخرج هو التساهل إذا كاد ولرأه يكاد ويرأه واللينو مل ولردو يعني ويشت ألشي تساهلوا أزغلق يح ييشيوتشل كادوينتر. وفي بعض النسخ أخبيتشي قيش نسخ شكح وأسمحوا ألدو أسجعوا بوغش دش متن من السماح أسمحوا بوغش دك سماع بوغش دش حياتنو يعني ويشت ألشي أسمحوا بورد سمحوا لهذا تنريز خلا إش بوردو سمحوا لهذا إذا مجر يدينتر بوردو
وسواء أسجعوا أو أسمحوا باش خلياتهم أسجعوا آلشي أسمحوا آلشي فمعناه تنشني معنى أنهم لم ينكروا تار إنكروا تينبوا أردوز وإنما لانوا قد بلئش مع قول الجهمية الجهمش دينش قميل دح وإنما لانوا تتيجنا آلاء مقردو أغولاسنا آلاء مقردو مع قول الجهمية الجهمش ديتين دولشون دح ولم ينكروا عليهم تارنا إنكر الوتسين تار بل توقفوا في هذه المسألة أتو خطرا حقيح كلن دو إردات كلن دات إردات ألا يقلاتنا سيتسوش تول دحا قالوا بيت يشريوي إن شاء الله ولا تقل أحماء الله القرآن خلقا قراءة القرآن ديشر كلن دوال فإن كلام الله بقلاء الله كلام باللفظ يوضح حالر تقيتش دهون الشرح تنشرح ديشر دوي وهذا مذهب ثالث طهر قول مذهب دو في هذه المسألة أتخطرا حقيح المذهب الأول حلقر مذهب من أقدر التصريح مدر دعولش برشبر بأن القرآن مخلوق قرآن قلن دوال المذهب الثاني شولو مذهب التوقف ستشبر قلن دو دات تقولش فلا يقال آلاء تقولش مخلوق يقولن دو أو غير مخلوق يقولن دات القول الثالث قول مذهب يقولون أولش برشبو اللفظ بالقرآن مخلوق قرآن ديوشوش خينح تنحالر كلندو اللفظ بالقرآن قرآن ديوش خينح تنحالر مخلوق كلندو فيقول قائلهم تندالي تنقع بولشار أولو لفظي بالقرآن قرآن ديوش خينح أسحاولش ديك مخلوق كلندو لفظي سنسعالر بالقرآن قرآن ديوش خينح مخلوق كلندو وهذا في الحقيقة احتيال فإذا مدر آلشي هل اللي يلدردو على القول بخلق القرآن قرآن كلندو آلرحم فلا يجوز لك أن تقول تندالي مجدات حون آل لفظي سنسعالر بالقرآن قرآن ديوش خين مخلوق كلن دوال لفظي بالقرآن قرآن ديوش خين السعالرتن مخلوق كلن دوال ولا يجوز لك أن تقول اشتحون آل مكشدات غير مخلوق كلن دات ألا كلن دوال آلشات حيث كلن دات ألا آلشات حيث تعاغول أسنا يقلن دو آلشات حيث يقلن دات ألا إشيات حيث بل لابد من التفصيل درجوش ديش دو إذ حدث ديش دوز دخيانجر دون ديش دوز إن قلت نقع آلح لفظي بالقرآن مخلوق أس قرآن ديوش خينح سعالر مخلوق كل دوال ولم تفصل أما أحقية تدح تفسير تدح فهذا مذهب الجهمية فإذا جهم خوين مذهب دحون وإن قلت نجح آلح لفظي بالقرآن غير مخلوق قرآن ديوش خينح سنسحالر كل داتل فهذا أيضا إذا دعون إشتا تأييد غلاتر أغلاتر لقول الجهمية جهمش ديوش دولشن لأنك إذا قلت هند ألشي ألش لفظي بالقرآن غير مخلوق قرآن ديوش خينح سنسحالر كل دات الألشي فأنت أدخلت أفعالك أي حديش دولهمش يقضيتو مع أفعال الله ديش دول غلقشنا وجعلت فعلك أي حدين دولهما أحخليت غير مخلوق كل دوش وهذا مذهب القدرية فإذا قدر خوين مذهب دو الذين ينفون القدر دي القدر يتبوغشبل ويجعلون العبادة هم الذين يبتكرون أفعالهم تارى ليش ديش دولهما شيقر ديش لور ويخلقونها ليش يشقلش دو شيش ديش دولهم ألا إشتلور تار فلا بد من التفصيل تنديلي أها كيتا ديش آل ديز مسألة بأن تقول آلرت ماذا تريد حهلو شو حون هم عن غيت بقولك حيدشنا الشيء لفظي بالقرآن قرآن ديوش خنا أسعولش دك ألدل يعني ماذا تريد بقولك لفظي بالقرآن قرآن ديوش خناح أسعولش دك بوغش دولشن هم عن قحون تن هوشو لاتم قحون هل تريد حون قش دك التلفظ تن سحالر والصوت أردولش دول أزدو أو تريد الملفوظ به يحاولش دك دو حكوات شو حدك
يعني لفظي بالقرآن قرآن ديوش خنا أسحاولش درج ألج حكيت شو عدق أحكيت وش درج حالر أزدو حاولش درج دو يعني القرآن شو حاولش درج دو فإن كنت تريد الملفوظ به نجع سن القرآن شو حاولش درج دلح حدق شو عدق حكيت شو عدق فهو غير مخلوق إذ قلن داتون إنما الملفوظ به هند الشيء قرآن شو حاولش درج هو كلام الله جل وعلا إذا الله هنقميلدو أما إذا أردت به أما حدق شو عدق حكيت شو عدق التلفظ سألر دلح الذي تنطقه بلسانك حيمت تاني أحولشتل فهذا مخلوق فإذا قلندو فلسانك مخلوق هند حموت قلنبو وصوتك مخلوق حأز قلندو ولفظك مخلوق أحسعالر مخلوق قلندو ولكن الملفوظ به أما أحسعولش درك أحسعولش دول دوش أحسعولش دول قميل المؤدى باللفظ أحاولش دول تنشلاتم هذا غير مخلوق فإذا قلندات فلا بد من التفصيل تنده إذا كي تأديش آل ديشتو هم يريدون الإجمال تلتسالنا إدوت آل بأن تقول أحالرت لفظي بالقرآن مخلوق قرآن ديوش خينح سنسحا آلر قلن دو آل أو تقول غير مخلوق يقلن دات آل لا تانح فيدخلون يقبول نقبقش بو الشيء من هذه الحيلة أتهل نيخل فلا بد أن تفصل تندل قي تأديش آل ديز أحيز لتقطع عليهم الطريقة تينيق بيخكرهم تينيق بوغرهم ولهذا يقول أهل السنة تندل سنة أهلنو أولو الصوت قرآن ديوش خينا آردولشتل أز صوت القاري قرآن ديوش والشن أزدو والكلام تقمل كلام الباري مسهم قلن والجديل قمل دو أي ويشت ألشي الملفوظ به حاولش دول دشنش حاولش دول قمل كلام الله قمل دو وأما اللفظ أما تنسحالر والأداء بوغ سحالر بوغ دو فهو كلام المخلوق فإذا أدمي قمل دو صوته تن آردولش دول أز مخلوق قلندو ونطقه تن سحالر مخلوق قلندو ولهذا تندلي تختلف القراءات قرآن ديشر شخل تيبا والأصوات قرآن ديش بولشير أز نشخل تيبا بعضها حسن تاريخ تحدرك خزخل وبعضها غير حسن تحدرك خزخل وبعضها جيد تحدرك ديكخل وبعضها غير جيد تحدرك ديك توسشخل فهذا دليل فإذا بوخبو تيشلدو على أن الصوت مخلوق إأز قل خلر قويتش والقراء يختلفون قرآن ديش بيش تيبا بو بعضهم يعطى صوتا حسنا تاريخ تحبول كان خز مقنبلة خز أزدلة وبعضهم يعطى دون ذلك تحبول كان تلخر نقدلة أما كلام الله جل وعلا الله انقمل فإنه لا بد أن يكون في غاية الكمال إذ دائمنا دزن خز قاتمية تعا إيشن بوتش دو وما كان ينبغي الدخول في هذا أسهمنا يقبل بيش باتر إش إكي قوش يقبل بيش باتر إش ولكن هم الذين ألجأوا المسلمين إلى هذا الشيء إش بؤي بسول نخ أتبالخن تبعهنرش فلا بد تندل يشيات من كشفه إقوش تداقشي وبيانه إبلغل تديشي فهي مصيبة في الحقيقة بقدلش بال بؤيز ولولا أن الله قيد لها الأئمة الله أزبلغن قستين إمام شتغل لحار ليبينوها ترك تعدوزي ترحماء تقية دي ترحماء ناغن لالتبث كيغلور مدر على كثير من الناس دقاش ناغن هذا الأمر هرهم يغلق يعني توهبه وما كان ينبغي الدخول في هذا إهم كيغوان تبول بيش باتر إش ديتن تبول بيش باتر إش بوغ إش عطينح علم ناغا بور داتر هم إمامش بور داتر ولكن هم الذين ألجأوا المسلمين إلى هذا الشيء إش بؤي بصوب ناخ شين دحل رد يشتبحنرش فلا بد من كشفه يقولش ده قاديس تاديس وبيانه دوزي تاديس فهي مصيبة في الحقيقة بقدلش بالبوي ولولا أن الله قيد لها الأئمة الله تنقستين إمام شتغل لحاري ليبينوها ناخن يدعوزيت دقية ده لالتبس كيغلور مدر على كثير من الناس دقاش ناغن هذا الأمر هرهم
فمذاهبهم إذن ثلاثة فتير مذهبش قؤنسلوه تير مذهبش قؤنسلوه. الأول حلغنك مذهب الجهمية جهم الشي مذهب دو القائلين بخلق القرآن قرآن قلن دو أولشبل. الثاني الشزلونك مذهب الواقفة هم ما تأولش يقح سوتشير مذهب دو. الثالثة قول مذهب اللفظية لفظي مذهب دو الذين يقولون أولشبلو لفظي بالقرآن قرآن دو يشخين أحسن سحالر مخلوق قلن دو أو غير مخلوق يقلن داتيال يعني إكيبوش بيرشبل. فنقول لهم طويتارك آل ديز لابد من التفصيل إخطر قي تأديش ديش دو. فإن كنتم تريدون نقع أشآل حيز واشدرق التلفظ بالصوت حقول أزدلح أزدقر دلح فهذا مخلوق رئيس قلندو. وإن كنتم تريدون الملفوظ به أما نقع أشآل حيز واشدرق يحقولش دول قميل دلح والمطلوب يحديش دول قميل دلح فإنه كلام الله رئيس الله قميل دو غير مخلوق قل نأدات. ولهذا جاء في الحديث تنديلي حديثه دينادو زينوا القرآن قرآن خزدي ال بأصواتكم شيء أزنشت شيء مقمشت فيطلب من القارئ قرآن ديش والجنة تدلندو أن يحسن صوته بالقرآن شيء قرآن ديش تخينح شيء مقم توبر شيء أز تودر. وكان صلى الله عليه وسلم فيغمر خلا يعجبه خزخيتش الصوت الحسن بالقرآن قرآن ديش تخينح خز مقم. كان يستمع فيغمر عليه الصلاة والسلام لدي يغشخل إلى أبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الله ريز خليتون وهو يصلي بالليل أبو موسى أشعري بيسن لامز دشخينح بيسن لامز دشخينح لدي يغشخل فيغمر لأن الله أعطاه صوتا حسنا هند ألج الله شو خز مقبل خلتون شو خز أزدل خلتون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تندل بيامر يتسمع له تنجا لديوخش أشخلا. وأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فبيامر عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أمر دير أن يقرأ عليه قرآن دي شعشيا وهو يسمع شالدور درأل. وقال تجح بيامر إيلر إني أحب أن أسمعه من غيري قيتو ديوش خينح لدور دق ديشينال. فقرأ عليه تحقى عبد الله ابن مسعود فيومن ديشر عليه الصلاة والسلام أول سورة النساء نساء سورة يحق. فهو فبيغمر صلى الله عليه وسلم يحب الصوت الحسن بالقرآن قرآن ديوش خينح خز مقمدق بيشور قرآن ديوش خينح خز أزدق ديشور. والصوت الحسن فخز مقم خز أز نعمة من الله عز وجل الله يرى تولوش نعمته تودل نعمته الله نعمته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.